السلام عليكم. تصريح خطير من رئيس الترجي التونسي حمدي المؤدب يفاجئ به النادي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، ويصفع الزمالك بسبب الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للنادي الأهلي فارجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. قبل المباراة الهامة والمرتقبة للنادي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، فقد صرح رئيس الترجي التونسي حمدي المؤدب وأدلى بتصريحات نقلتها الإذاعة التونسية، وقال: لقد سمعت وشاهدت في الآونة الأخيرة في الإعلام المصري وخاصة من لاعبي الزمالك القدامى، بالأخص اللاعب حازم إمام الصغير الذي يحاول الوقيعة بين الأهلي والترجي التونسي، فأنا لم ولن أسمح بهذا. فالعلاقة بين الأهلي والترجي على أعلى مستوى، فرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب هو صديقي على المستوى الشخصي، وبيننا احترام متبادل، ودائما نلتقي في عدة مناسبات، ولقد زرت النادي الأهلي من قبل، كما زارنا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي نادي الترجي. وهذا هو نهائي إفريقيا بين الأهلي والترجي، ومن سيفوز به سوف نهنئه، فكلا الفريقين تأهل سويا إلى كأس العالم للأندية. وأشكر النادي الأهلي أنه كان سببا في تأهل الترجي التونسي لكأس العالم للأندية عندما فاز على مازيمبي الكونغولي. فالإعلام المصري وخاصة الإعلام الزملكاوي دائما ما يثير الفتنة بين الناديين الكبيرين، فالأهلي والترجي هم أكبر ناديين في إفريقيا بشهادة الجميع، فدائما الأهلي عندما يتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا نسمع هذه الأقاويل من الإعلام الزملكاوي، ودائما يثيرون الفتنة. وشاهدنا في نهائي دوري أبطال أفريقيا الماضي بين الأهلي والوداد المغربي عندما شاهدنا الإعلام الزملكاوي يدعم في الوداد المغربي، وشاهدنا أيضا بعض الجماهير الزملكاوية التي ذهبت خصيصا لدعم الوداد أمام النادي الأهلي، وشاهدنا ماذا حدث. الأهلي فاز بالنهاية بدوري أبطال أفريقيا، والوداد من بعد هذه المباراة خسر كل شيء، كل هذا بدعم الزملكاوية. فأنا أرجو من الإعلام الزملكاوي وجماهير الزمالك ألا تدعم الترجي التونسي أمام الأهلي، لأنهم بصراحة وش نحس على أي فريق يقفون بجانبه، وأرجو أن يقفوا بجانب فريقهم فقط، لأنه بحاجة لمسانداتهم قبل مباراة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية. وفي النهاية شاركونا بآرائكم في خانة التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.